وفهمنا مع بعض البيم ليفل، وفهمنا مع بعض البيم LOD والدايمنشن، وفهمنا وعرفنا التفاصيل بتاعه الBIM، وفهمنا الفكره من الBIM. بس لقينا في البيم ليفل في بعض الاسامي وبعض الاختصارات ما كناش عارفينها، فدايما هتتعرض للBIM لشويه معاني كده، وبعض الناس تسالك او بعض الناس وهي بتتكلم بتقول بعض الرموز انت ممكن ما تبقاش فاهمها كويس. فتعالوا كده نتعرف مع بعض ايه اهم الرموز. طبعا هو في رموز كتير جدا، وانا هديكم زي لينك اسمه البيم ديكشنري، ممكن تخش عليه وتقدر تطلع منه كل التفاصيل، وهوريه لكم في الفيديو دوت. فتعالوا بس نهايلايت كده على اهم المسميات او اللي دايما هتسمعها كتير جدا في الناس وهي شغاله على بروجكت بمنظومه الBIM. لو بصينا كده في البيم ليفل مع بعض هنلاقي ان كان في البيم ليفل كان في شويه اسامي زي الIFC والIDM والIFD، وفي عندنا الAIM والSIM. فالرموز دي كلها ممكن نعرفها ازاي. لو جينا بصينا على البيم ابريفيشن مع بعض كده هنلاقي ان احنا عندنا اول اسم عندنا ودايما بنسمعه اللي هو الOIR، الأورجانيزيشن انفورميشن ريكوايرمنت. الفكره هنا انك انت دي منظمه، مثلا الحكومه عايزه تعمل العاصمه الاداريه، عايزه تعمل مدينه المنصوره، فهنا المنظمه دي ليها جايبه شركات بتتعاون معاهم وبتديهم المعلومات وبتفهمهم احنا عايزين نعمل ايه، وبتديهم كل المعلومات للمدن وفكرها وعايز يوصل لايه. فانت بالفعل لما بتاخد المعلومات دي وبتحاول تطبق الكلام دوت جوه منظومه الBIM عشان تحقق اللي هم عايزينه. عندنا الAIR الامبلوير انفورميشن ريكوايرمنت، عندنا EIR او بنقول عليها IE عشان نقدر نفرقها ما بين AIR اللي هي الامبلوير انفورميشن ريكوايرمنت واللي هي اكستشينج انفورميشن ريكوايرمنت. الاكستشينج انفورميشن ريكوايرمنت هي الفكره منها انك انت ازاي هتنقل المعلومات من القسم بتاعك للقسم الثاني، يعني ازاي هتنقلها مثلا من المعماري للانشائي، وازاي هتنقل المعلومات بتاعتك دي من مرحله الديزاين لمرحله الكونستراكشن، وازاي هتنقلها مثلا لل4D وال5D. فهنا هو ده الفكر بتاع الاكستشينج انفورميشن ريكوايرمنت. لو جينا كمان بصينا مع بعض على الامبلوير انفورميشن ريكوايرمنت او الاكستشينج انفورميشن ريكوايرمنت عشان في بعض الناس بتكون متلخبطه. طيب لو جينا بقى كمان بصينا على البيم ديكشنري، يعني رحنا هنا وكمان ابتدينا نكتب مثلا الAIR، فنلاقيه راح مطلع لنا حاجتين، الامبلوير انفورميشن ريكوايرمنت والاكستشينج انفورميشن ريكوايرمنت، وبيديك التوصيف بتاعهم بالكامل عشان تقدر تكون فاهم الحاجه بتاعتك. تعالوا نرجع تاني المسميات بتاعتنا او الاختصارات بتاعتنا. هنلاقي عندنا حاجه اسمها الCDM. الCDM هي الكومن داتا انفايرمنت، وقلنا ان انت لو شغال على الكومن داتا انفايرمنت في الشركه بتاعتك فانت بيم ليفل 1 كشركه، لكن لو انت حصل انتجريشن مع الاقسام الثانيه ومع الشركات وابتديت انك انت تستخدم مثلا كلاود معين بتحط عليه الداتا بتاعتك، والداتا بتاعتك كلها بتخرج من المكان دوت، فبالتالي انت هنا بتبتدي تنتقل من مرحله انك انت في ليفل 1 لليفل 2، ان ابتدى يحصل شير للمعلومات بتاعه المشروع بشكل منظم جدا وبسيستم كامل، وبقى عندك لكل قسم الموديل بتاعه عشان تقدر تنفذ المشروع باسهل طريقه ممكنه وباسرع طريقه ممكنه. بعد كده عندنا الIFC، ودي الاندستري فاونديشن كلاسز، دي منظمه او دوت اكستنشن دوت معمول عشان اي حد شغال باي برنامج في اي زمن كان نقدر نفتح الشغل بتاعه. لاحظنا مشكله مؤخرا كده وهي كانت سبب كبير جدا في مشاكل كتير جدا في المشاريع، ان بعد 5-6 سنين الفيرجنز بتقدم وما بنقدرش نفتح الشغل القديم دوت لو عايزين نرجع له عشان نصاين حاجه معينه او نبص على حاجه معينه، فبنلاقي ان دوت كان فيرجن قديم ومفيش حد عنده البروجرام ده دلوقتي، فبالتالي احنا مش عارفين نفتح الموديل دوت او نطلع الداتا اللي كانت موجوده.
او انك انت كمان تكون شغال، مثلا انت شغال على برنامج زي برنامج الريفت، وفي حد تاني شغال على برنامج زي برنامج التكلا، وحد تالت شغال على برنامج زي برنامج السوليبري، وحد تاني شغال مثلا على برنامج تاني اسمه اول بلان. كل واحد شغال على بروجرام مختلف وبيعمل شغل مختلف وباسلوب مختلف. ازاي احنا نقدر نطلع اكستنشن ونقدر ناخد المعلومات دي ونقدر نشوف المعلومات دي ونقدر نطلع التفاصيل بتاعتنا دي كلها؟ فطلعت لنا حد كده جميل جدا اسمه البيلدينج سمارت او منظمة البيلدينج سمارت. منظمة بيلدينج سمارت دي كانت فكرتها ان هي تجمع كل الناس في حاجة واحدة، او يكون في فورمات بيجمع كل الناس، يا اما كنت قديم او كنت جديد او كنت متغير على البرامج. فبالتالي الاي اف سي هو ده معنى كلمة الاي اف سي. طيب بعد كده هنروح للاي اف دي انترناشونال فريم ورك فور ديكشنري. برضو من الحاجات اللي البي اي ام بتحاول تعملها ان يبقى فيه ديكشنري عام لكل المشاريع، يعني يبقى فيه طريقه تسميه مثلا الحيطه بشكل معين على كل المشاريع، التفاصيل بتاعت اي حاجه جوه المشروع تكون ليها طريقه تسميه معينه وطريقه منظمه، بحيث ان هي توفر علينا وقت كبير جدا من ان احنا يكون انا عامل سيستم وانت عندك عامل سيستم وده عندك عامل سيستم. لا، كلنا هنستخدم الاي اف دي بحيث ان احنا نوفر على نفسنا وقت كبير. الكوبي Construction Operation Building Information Exchange، يعني ممكن تقول ان دوت عباره عن شيت اكسل، ولما تتعمقوا بقى في البي اي ام قوي طبعا هتفهموا كل الكلام دوت. ده عباره عن شيت اكسل بنجمع عليه كل الداتا بتاعه المودلز بتاعتنا، وبقى في دلوقتي بلاتفورم بتقدر تخرج الداتا دي من الموديل وبتحطها بطريقه منظمه جدا عشان نقدر نستفيد بيها بشكل مبسط جدا. لان برضو لو جيت فكرت، افرض انا مثلا مش عارف استخدم البرنامج بتاعك او مش عارف اطلع الداتا بتاعتك، فانا عايز حاجه تكون سهله وبسيطه وتطلع لي كل الداتا وتعمل لي اكستراكت للداتا بتاعتي كلها. فدي فكره الكوبي اللي هي الكونستراكشن اوبريشن بيلدينج انفورميشن اكسشينج. الاف ام اللي هي الفاسيلتي مانجمنت، وده هتسمع المصطلح ده كتير، ان هو يقول لك انا عايز استخدم الموديل دوت في الفاسيلتي مانجمنت، ازاي ادير المشروع بتاعي بعد اما يتسلم. ال او دي اتكلمنا عنه اللي هو الليفل اوف ديفلوبمنت، والام اي دي بي الماستر انفورميشن ديليفري بلان، وعندنا البي اي بي او البي اكس بي. طيب ايه الام اي دي بي ده؟ بيبقى بلان كامل بيعمله البيم مانجر عشان يوضح التاسكات ماشيه ازاي جوه المشروع، والتسليمات هتبقى ماشيه ازاي، ومين المفروض يسلم مين، ومين المفروض يبعت لمين، والنظام اللي احنا هنكون ماشيين عليه. بعد كده عندنا حاجه تانية اللي هي البي اكس بي البيم اكسكيوشن بلان. البيم اكسكيوشن بلان دوت يمكن العقد اللي مع بدايه اي مشروع بيم بيبقى من واحد من اهم العقود اللي لازم تبقى موجوده، لان انت بتحط فيه كل حاجه، زي مثلا ايه الهدف من ان احنا بنعمل المشروع دوت بيم، عايزين نستخدم الموديل بتاعنا او عايزين نستخدم المشروع ده في ايه، فبناء عليه بنبتدي نحط التفاصيل بتاعتنا. كمان بنحط فيه السيستم بتاعه التسميات النيمينج كونفنشن. كمان بنقول ان مين الستيك هولدر اللي موجودين واساميهم وعناوينهم. فالبيم اكسكيوشن بلان يمكن من اهم الدوكيمنت اللي بتبقى موجوده، وطبعا كل اللي فات دوت من اهم الدوكيمنت اللي بتكون موجوده، وكل واحد ليه مرحله معينه. يعني هنلاقي مثلا الاو اي ار والاي اي ار والاي اي دول كلهم بيبقوا في اول المشروع عشان نقدر ننظم الموضوع. بعد كده بنخش نعمل الماستر انفورميشن ديليفري بلان، وبنخش على البي اكس بي اللي هو البيم اكسكيوشن بلان، وباقي الحاجات وباقي التفاصيل طبعا بتخش معانا تباعا في الشغل. فبكده يبقى احنا خدنا بريف كده سريع عن اهم الاسامي واهم المصطلحات الموجوده في البي اي ام. طبعا عندنا اللينك بتاع البيم ديكشنري، لو في اي مصطلح انت وانت شغال جالك، لو جاي لك العقد ويقول لك مثلا مسمى انت مش عارفه او حاجه انت مش فاهمها، تقدر تخش تاخد الحروف او تاخد المسمى وتكتبه، هو هيطلع لك توصيف ليه بالكامل زي ما شفنا في الفيديو.